هو الجن بيروح فين بعد ما بيموت؟ وأصلا بيموت؟ نعم، الجان يهلك وبيموت زيه زينا، ما عدا إبليس هو الوحيد اللي هيفضل موجود لحد اليوم المعلوم. ولكن بقى الجان بيموت زينا، بس بعد ما بيموت إيه اللي بيجراله؟ بيدفن زينا ولا حاجة تانية؟ نوعين. النوع الأول وهو المؤمن بالله زيه زينا بالظبط، بيتغسل وبيدفن، والدفنة الشرعية كمان نفس المقابر بتاعتنا، لأنهم عارفين الشريعة وعارفين الصح من الغلط عند الله عز وجل. أما النوع التاني فهو المشرك أو أتباع إبليس أي الشيطان، ودول الحاجة الغريبة اللي هقولها لكم دلوقتي إنهم بيصبوا. أيوة، بيصبوا زي خرسانة البيوت، زي قالب الطوب، أي كده بالعربي أو بالمعنى الحرفي اللي احنا نعرفه. بيتحنط توابتهم طائرة مهولة ضخمة وبشكل غير عادي، وبتكون طايرة في الهواء في المقابر بتاعتهم، خصوصا لو كان من العائلات الحاكمة أو القبائل التقيلة. المراسم والشروط، التابوت بيكون طائر، وهذا المخلوق عكس الكون، أي راسه تحت كناية عن العالم السفلي ورجله فوق، أي تحدي الخالق بالنسبة لهم. قبرهم شكلها عجيب غريب مريب، شكل عمرك ما تتخيله أبدا، ظنا منهم في التخليد والمجد. ما هم بيفكركوش بحاجة التحنيط ده أو البعث من جديد أو تذكار الرموز أو التقال في عالم الجن؟ ما بتفكركوش بحاجة؟ عرفتوا الجن بيروح فين وبيدفن ازاي؟ انتوا كنتوا تعرفوا؟